تعرف إن دكتور إدموند الملقب بالفازر اوف دينتال إكس راي مات بسرطان الجلد؟ في الفيديو ده هقولك على 4 طرق تخليك ما تخافش من خطر الأشعة. أول نقطة قاعدة الغلط، دايما اختار الزمن والمسافة، زي إنك تختار من الجدول ده الوضع المناسب لكل وضعية تصوير، أو إنك تسيب مسافة لا تقل عن 1.8 متر عن جهاز الإكس راي. تاني خطوة إنك تلبس أبر مرصص وثيرويد كولر، ودي ضرورة قصوى برغم توصيات ADA الأخيرة بإلغائها، لأن في مصر الأطباء ما بيتعرضوش لكشف دوري لكمية التعرض للأشعة زي الأطباء في أمريكا. حلوة حلوة يا ولا، ايه ده ثبتني، صدقتك واقتنعت. هايل هايل والله. ثالث خطوة استخدام جهاز الدوزوميتر، وده جهاز بيقيس كمية التعرض للأشعة. وأخيرا استبدل جهازك القديم بأجهزة أحدث زي جهاز سنسور اندوكينج وجهاز الاكس راي بيورا شوك، واللي بتعتمد في طريقة عملها على تكنولوجيا بتقلل التعرض للأشعة الضارة بنسبة كبيرة. تابعني، أنا محمود عثمان، بقدم محتوى طبي وهندسي لأطباء الأسنان.